سنة 1789 الثورة الفرنسية. عايز أقول لك إن معظم قادة الثورة الفرنسية بالفعل كانوا أعضاء في الماسونية، وفي 1789 كان في أكتر من 600 محفل ماسوني في باريس فقط. بدأت هنا بالظبط بقى كل الأفكار اللي بتتقال عليهم لحد دلوقتي، نظريات المؤامرة وإثارة الفوضى والتحكم بالعالم والحروب. وفي نفس السنة دي كانت الولايات المتحدة بتكتب الدستور الخاص بيها، وكان أعضاء المجلس 33 عضو، ومن ضمنهم 13 عضو بالفعل أعضاء في الماسونية. تخيل في نفس الوقت. طب إيه اللي جاب فرنسا لأمريكا لإنجلترا لألمانيا؟ وده اللي يثبت لك إن هي مش مجرد منظمة عادية. ورغم انتشارها القوي جدا ده، إلا إن الانضمام ليها كان صعب جدا، يمكن شبه مستحيل. مش أي حد يقدر يدخل وينضم ليها، ده في نظام قوي جدا ودستور وأعضاء جمعيات. تخيل علشان تنضم لمنظمة زي دي بيتعمل عنك تحريات كاملة، وفي شروط صعبة جدا لازم تعديها، وبعد كل ده اسمك يتعرض على أعضاء المنظمة بالكامل، ولو 3 بس منهم رفضوا يبقى أنت كده تم رفض طلب انضمامك للأبد لحد ما تموت. والأعضاء اللي جوه دول مين؟ دول أقوى نفوس في العالم زي الرؤساء والأمراء والفنانين. تخيل كده مكان فيه رموز غريبة ودستور خاص ليهم وقانون معين ليهم، ومقفول على ناس كده معاها سلطة قوية جدا في المجتمع. منظمة فيها رموز كتير، وكل الرموز اللي فيها بالكامل غريبة، وأشهر الرموز دي رمز العين الواحدة اللي هم بيقولوا عليها إنها عين الإله اللي بتشوف كل حاجة بتحصل، ودي اللي الكل بيقول عليها رمز عين الشيطان، وبالدليل إن احنا بنلاقيها مرسومة على الدولار، ودي حاجة بتدل على قوتهم ونفوذهم. تخيل معايا كده منظمة تفرض نفسها على عملة أمريكا. طب إيه اللي خلى المنظمة دي تبدأ تختفي وتتراجع ويقل الكلام عنها؟ حاليا احنا في 2025، ومع التطور اللي وصلنا له كل حاجة عايزين نعرفها أو نشوفها بقينا بنعمل سيرش عنها واحنا قاعدين مكاننا. منظمة زي دي من أشهر خططها وأهدافها زي المليار الذهبي، وإنها تحكم العالم بالكامل. طب دي أشهر منظمة سرية في العالم والتاريخ بالكامل، إزاي بقى منظمة وسرية والكل بقى يعرف أسرارها وأهدافها؟ فتقدر تقول كده إنها فعلا بقت أفشل منظمة في التاريخ، ولكن هنفضل متفقين إنها أغرب منظمة غموض في التاريخ بالكامل. أنت بقى شايف إنها منظمة عادية، ولا هي فعلا اللي بتتحكم في العالم بالكامل في السر؟